بعد ما السجاير غليت يا جماعة، قاعد مع واحد من المدخنين فلقيته بيقول لي: هو ما ينفعش الشعب ده كله يتجمع ويبطل السجاير لمدة 5 أيام عشان ترخص؟ قلت له: طب وليه الشعب كله ما يتجمعش ويبطل السجاير 5 سنين أو يبطل السجاير خالص؟ هي إيه المشكلة يعني لو بطلنا السجاير كلنا والشعب كله بطل يدخن نهائي؟ إيه المشكلة؟ أصلا في ناس كتير بطلت تاكل لحمة بسبب إن سعرها غالي. اللي خلاك قدرت تبعد عن اللحمة مش هتقدر تبعد عن السجاير؟ المشكلة إن في جزء كبير جدًا من الشعب مش قادر ياكل كيلو لحمة لإن اللحمة تمنها 400 جنيه، في حين إن الناس اللي ما بتاكلش لحمة دي في ناس كتير منهم بتدخن، فهتلاقيه بيشرب له في اليوم علبة سجاير ب60 جنيه، يعني في الأسبوع ب420 جنيه. ال420 جنيه دُولة تمن كيلو لحمة، يعني أنت لو بتشرب سجاير وبطلتها هتجمّع 8 كيلو لحمة كل أسبوع، وأنت قاعد واهم نفسك إن أنت مش قادر تاكل لحمة عشان تمنها 400 جنيه وبتشرب سجاير، بتضر نفسك، بتضر صحتك، وبتضيّع فلوسك، وبتلوث البيئة، وبتضر اللي حواليك. مستفاد إيه أنت من التدخين؟ وعاوز تعمل مقاطعة للسجاير 5 أيام، طب ما تعمل 5 سنين، والّا اعمل مقاطعة طول العمر، بدل ما أنت عامل مقاطعة للحمة وعامل مقاطعة للفاكهة وعامل مقاطعة للسمك، اعمل مقاطعة للسجاير. أنت مبطّل اللحمة غصب عنك عشان سعرها غالي، اعتبر السجاير زي اللحمة وبطّلها، على الأقل هتستفاد صحتك وهتوفّر فلوسك وهتمنع التلوث وهترضي ربنا. أنت مستفاد إيه من شرب السجاير؟